السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل صينية مكرونة، ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة فيها. هنعملها بالصوص الابيض وبالجبنة. بصوا بقى، انا مش عايزاها ولا تطلع خرطة ولا تطلع حاجة. انا عايزاها كده سايحة خالص، جوسي كده بالجبنة. وشوفوها اعملوها وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، عجبتكم ولا ما عجبتكوش. بس انا بقول لكم انا الطعم حكايه والريحه جميله جدا. اهو شوفوا، يلا هنشوف هنعملها ازاي. انا معايا هنا كيس مكرونه كيلو، بس مش هعمله كله طبعا، انا هعمله نصه. اه الميه طبعا انتوا بتاخدوا عارفين المكرونه بتتسلق ازاي. حطيت معلقه ملح في الميه اهيت، الميه غليت. وهحط نص الكيس، كل واحد حسب اسرته. اه انا هعمل على قد، مثلا هعمل نص كيلو، اللي عايز يعمل كتير بقى زي ما هو عاوز. اهي اللي هي تتسلق بقى، عقبال ما تتسلق هنعمل ايه؟ البشاميل. اه انا معايا هنا 4 معالق سمنه متوسطين، 4. ومعايا 3 معالق دقيق، ايوه 3 معالق، ما انا مش عايزاه تقيل. انا مش عايزاه تقيل. اهوت. هنحمره كده في السمنه اهيت. انا طبعا بنحط المعلقه عليها معلقه دقيق، يعني معلقه السمنه عليها معلقه دقيق. انا عايزاها عشان تبقى سايحه خالص كده وحلوه. اهي. هحمر الدقيق خالص كده عشان يبقى مستوي. انا عملته قبل كده قدامكم على البارد وعلى السخن كمان اهوت. عملته معاكم قدام، يعني قدامكم كذا مره اهوت. ومعايا كمان، يعني انا معايا 5 كوبايات حليب، او 5 كوبايات حليب. الدقيق انا ماليه المعلقه، يعني حاطه فيها المعلقه مليانه، يعني 3 معالق محترمين اهوت. حط بقى اهوت، اهم حاجه انا بقى يعني مخليها يستوي شويه او يحمر. اه ده اللبن، 5 معالق، لا 5 كوبايات لبن. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه طبعا ايدنا ما بتسيبهوش، احنا بنقلبه على طول. اه ومعايا كوبايه جبنه موتزاريلا، كوبايه. ايوه. لو عندك اللي هي جبنه الميكس حطيها، بس انا عشان هي عندي بقى اللي هي الموتزاريلا بس. الميكس برضو بتبقى حلوه. اه بنقلبها برضو، بنفضل ايدنا فيها على طول، يعني ما بنسيبهاش. نحط شوية ملح، شوية فلفل. يعني الملح ما تخليهوش كتير. انا هحط ربع معلقة ملح، اهي ربع معلقة. عشان اللبن بالذات الملح بيبان فيه، والجبنة فيها ملح، عشان ما تبقاش حادقة. اهي بصوا. اه جه تقيل. شو بقى، انا عشان حاطه 3 معالق مليانين، من المفروض كنت احطهم متوسطين، بس انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا برضو كنت عامله حساب احتياط. دي ميه سليق المكرونه، انا ما عنديش شوربه، ما عنديش شوربه، فانا حطيت كوبايه من ميه سليق المكرونه. ايه هتديها طعم، هتبقى حلوه بدل ما احط ميه. عايزه تحطي ميه ومش عايزه تحطي ميه المكرونه، حطي كوبايه ميه. وبدل ما تحطي الملح حطي ماجي. عندك شوربه حطي شوربه اهو. خلاص بقى، شفتوا بقت حلوه ازاي، خفيفه. ايه انتوا تحطوا 3 معالق، يعني مش مليانين. بص السمك بتاعها انا عايزاه كده خفيف، لان عايزاها كده تبقى سايحه في بعضيها خالص. والجبنه بتديها طعم. ما عندناش لحمه، ما عندناش فراخ، اي حاجه لا نعملها بالصوص الابيض. وهنحطها في الفرن، انا دهنه الصينيه ماده دهنيه كده، واهو. هحط المكرونه. اه هحط المكرونه كلها. جربوها بس وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. ايه انا عملت قبل كده المكرونه بالبشاميل اللي قدامكم باللحمه المفرومه، وعملت قدامكم برضو بصدر فرخه. يعني مش لازم، بنغير تغيير في الاكل. يعني مثلا عيالي عايزه تاكل مكرونه، اقول عايزين ناكل مكرونه في الفرن، ما عنديش لحمه ولا عندي فراخ. نوقف الدنيا؟ لا ما نوقفش الدنيا. عندك بقى حته جبنه، ان شاء الله تجيبي حته ب10 جنيه من عندي الراجل. الجبنه رومي حتى كمان، مش هيقولك لا، حته ب10 ب15 جنيه. وبشريها واعمليها، تخلي حبه تحطيهم على وشها.
انا قلبت شويه بشاميل صوص ابيض، حطيته في قلب المكرونه وقلبتها وسويتها. دي فلفلايه، دي فلفلايه سمرة شلتها، بتبان في الصوص الابيض اهو. وكده هحط بقى كله عليه اهو. شوفوا طعمها حكايه خيال حقيقي يعني. ايه، انا قايده الفرن وبحطها على الشبكه. لقيتها كلها، طبعا هي كلها مستويه. انا بسيبها شويه، لقيت هتتاخر، لو ما تتاخريش عليه عشان ما تلزقش في قعر الصينيه. ايدي عليها الشوايه لو لقيتيها لسه ما احمرتش. بس انا يعني انا ما قيتش الشوايه حقيقي يعني. انا حطيتها لان الفرن كان سخن. الفرن طالما سخن بتحطي الحاجه يعني بتقيديه قبل ما بتحطي، ان كان مخبوزات او اي اكل بيبقى سخن قوي، بيساعد معاكي في التسويه. وبحط شويه على الوش كمان اهوت. ايه، هحطها بقى في الفرن على الشبكه، مش بحطها على الصاج. ايه. بصوا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت الله اكبر اهيت. مش قادره اقول لكم على الجمال بتاعتها وريحتها. ريحه الجبنه طالعه فيها وجميله قوي 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 اهيت. اه. بصوا بقى يعني انتوا مش عايزين تعملوها بالصوص الابيض زي ما انتوا عايزين براحتكم بقى. انا جربت، انا عملت لكم باللحمه وعملت لكم بالفراخ وعملت لكم بالصوص الابيض ده. ان عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراكات الجميله بتاعتكم. السلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها.